يونس فيه؟ قالوا انه هنا. مساء النور. لا تغزيني. مساك الله بالخير. انت هارون بقى؟ أنا هارون الذهبي، الشيخ هارون الذهبي. ولع لي. ايش؟ ولع لي. مش خايف ابوك يشوفك؟ ضحكتني. اقعد. عرفت ايش تاني غير اسمي؟ انا اصلا مش مهتمه، اسمك عدى قدامي كده يعني. انا الشيخ هارون الذهبي، شيخ قبيلة الذهبي. طب يا عم بالراحه علينا، قولي بقى شيخ القبيله ده بيعمل ايه؟ يسويش. يسوي كل شيء، يحمي الناس، يجيب لهم حقوقهم، يعطيهم الخير لو طوعوه، ويعطيهم اللي يستاهلوه لو خرجوا عن طوعه. يا مامي خفت قوي. خفتي؟ لو كنت خفتي كنت شميت ريحة خوفك. أنا شامم ريحة العطر الحلو اللي فايح منك. العطر؟ شيخ القبيله ما بيعرف يقول كلام حلو اهو. وين سيف بيه؟ وينه؟ اولاد علي ده ملته ايه؟ شويه العطارين يقولوا يلزمنا، دلوقتي الظابط يجي ياخده من وسطنا على جنب. الواد ده وراه حكايه. الحوار ده مش سهل يا يتيم. الواد شكله من العطارين والظابط جاي ورا عمليه العطارين. الواد ده خطر علينا. الواد ده وراه سر كبير قوي يا رجب، لازم نعرفه. بقول لك ايه، المولد بعد كام يوم، لما الشيخ جميل وعمتي يخرجوا خد الواد ده واسرح بيه في اي حته، وانا هدخل اقلب في حاجته يمكن اعرف حاجه. اكيد يعني مش هيكون بالغباء ده، مش هيسيب حاجه مهمه جوه عنده في البيت. يمكن. لما نشوف اخرتها معاك يا علي. مش هتقوم تاكل يا علي؟ مليش نفس، روحي كل انتي. ليه؟ انت ما اكلتش حاجه من الصبح. هو احنا عايشين ليه؟ استغفر الله العظيم. عايشين عشان لازم نعيش، عشان ما قدامناش حل تاني نعمله ان احنا نعيش. طب وايه فايدة العيشة واحنا عايشينها وحاسين ان احنا ميتين؟ ميت؟ انت ميت معايا يا علي؟ المشكلة مش فيكي، اسمك حياة وانتي فعلا حياة. امال ندمان انك اتجوزتني؟ ابدا، كل الحكاية اني حاسس ان جوايا حاجة عمالة بتندهلي، صوتها عالي قوي، ندام، ما خبرش واخداني ورايحة على فين. وانت عاوز تمشي وراها؟ لا عارف امشي وراها ولا عارف اسكت صوتها اللي جواي. لسه بتحبني يا علي؟ سيب كل حاجة على ربنا، واللي مكتوب لنا هنشوفه.
انت عمرك ما كنت قاسي يا يحيى. روح لها. مش قادر اصفى يا اما. هي لو وحشه قسوتك معاها عمرها ما هتغيرها. وبعدين دي مهما كان يتيمه ومكسوره وملاش غيرك يا يحيى. ياما دي كانت السبب في موت اخويا. اعمل لها ازاي بس؟ الشغلانه اللي اختارها ابوك واللي اخترتها انت هي دي ظروفها. واللي يلعب بالنار لازم يستحمل لساعتها. واذا كان على حرقه قلبك على اخوك مش هتيجي حاجه جنب حرقه قلبي على ابويا لما قتلوا زين. وبالرغم من كده سامحته عشان اعرف اعيش. يعني انت عايزاني اعمل ايه دلوقتي؟ عاوزاك تراضيها يا ابني وتجيب لها حقها، دي برضه مراتك. ولو هتسيبها دلوقتي هتتعرى ومش هتلاقي حد يقف جنبها. بلاش تعمل معاها زي اللي حصل معايا زمان. حاضر يا اما، حاضر. بسم الله الحفيظ. ايه شفت جنيه اياه؟ سامحيني يا راوية. زرتك؟ ايوه. انا حاسس ان هي قريبه قوي من هنا. صلي على الحبيب قلبك يطيب. ده اثر الدعاء. يلا قوم الحق تدور عليها قبل ما نشد الرحال من هنا. لا يا راوية، انا مش هاجي معاكم المره دي. شكلي هقعد هنا شويه. ليه بس؟ ده احنا حبيناك قوي يا حسن. وانا كمان حبيتكم، بس انا حاسس ان رحمه قريبه من هنا وان اكيد هلاقيها. رحمة؟ طب امك يا حسن؟ انت مش خارج تدور على امك؟ انا بدور على حياتي يا راوية، وانا حياتي مقسومه نصين. نص عشت عمري كله بحلم اني الاقيه، والتاني؟ لقيته وعشته، بعد كده ضاع مني. اي حد هيجي فيهم هيداوي الجرح اللي جوايا اللي عمال ينزف من ساعه ما غاب. وانت لو ما لقيتهمش هتفضل كده تنزف طول عمرك، ولا ممكن تسيب حد تاني يداوي الجرح يا حسن؟ هلاقيهم ان شاء الله، هلاقيهم. يحيى، هو انت بتحبني؟ ايه هو السؤال صعب للدرجة دي؟ اللي بينا اكبر مننا نختصره في السؤال ده. اللي بينا اساسا هو السؤال ده. في إيه يا ريهام؟ ما بقتش حاسة بالامان، وحلم اي ست في الدنيا ان هي تعيش مطمنة محمية، وان في حد قادر يضحي باي حاجة عشانها. وانت ايه اللي مش محسسك بالامان؟ مين يقدر يقرب منك وانت مراتي على العطار؟ الامان مش السلاح والبودي جاردز اللي انت محوطني بيهم. الامان اللي بدور عليه هو الحب. الحب بيحمي. يحيى، انت لسه بتحب رودي؟ وايه لازمته السؤال ده؟ انا مش عارفه ابقى كويسه، وانا مش هجيب بيبي وانا عارفه ان ابوه ما بيحبنيش. خلينا نحاول تاني يا ريهام. والهام بتنسي. تفتكر؟
انا بحبك. انا شايف العربيه اللي اخترتها لحضرتك اكتر عربيه تناسبك. اشمعنى؟ عربيه فخمه وفي نفس الوقت شبابي وتليق عليكي، يعني تركبي وانت مطمنه. على العموم انا بثق في ذوقك جدا وعارفه كويس قوي انك فاهم طلباتي. ازيك يا يحيى؟ رودي. انا موافقه على العربيه اللي انت اخترتها لي، وبعد ما تخلص الاجراءات هبقى اعدي عليك عشان تعرفني فيها شويه حاجات. وانا تحت امر حضرتك، يومين واخلص لك الاجراءات واقول لك تيجي تستلمي. اوكي، في انتظارك. شرفتيني يا هاني. باي باي. ميرسي. انت بقى بتختار لكل العملاء اللي عندك العربية؟ خير يا رودي. ايه المقابلة دي يا يحيى؟ انا حتى جاي اقول لك مبروك على المعرض الجديد. الله يبارك فيكي. مع اني فاتح المعرض يعني بقالي زمان. انت لسه فاكره؟ انا عمري ما نسيتك. بس انا نسيتك. قلبي بيقول لي غير كده. ويوسف بيعرف اللي قلبك بيقوله؟ زي ما ريهام عارفة اللي في قلبك. ريهام مراتي. وانا حبيبتك اللي مش تعرف تخلص من حبها، ولا هتعرف تخلص من وجعها اللي بتحس بيه كل ما بتيجي سيرتها. ده الكلام اللي بتقوليه لنفسك يا بنت الناس وانت واصحابك مبسوطين؟ انا اتغيرت قوي يا يحيى. انا لو بكدب هسيبك انت اللي تكدب نفسك. لما تحس انك غلطان بلاش تكابر يا يحيى. احنا بنعيش مرة واحدة. الحياة قصيرة قوي ان احنا نقضيها بنمثل على روحنا ان احنا عايشين مبسوطين. مبسوطة اني شفتك. سلام. ده باين ان انا ما كنتش لوحدي جعان يعني. وانا باين عليا قوي كده. يعني بص، اصلا بفضل طول النهار ما باكلش اي حاجه، عشان كده تلاقيني دي اول حاجه ليا اكلها النهارده. مفكرش في الاكل خالص خالص. هو شغل الديكور صعب قوي كده؟ يا ريتها تيجي على شغل الديكور، بس انا المزيكا واخده كل وقتي. مزيكا؟ ايه حوار المزيكا ده؟ بص يا سيدي، انا بحب الغنى وليا صحابي بيحبوا المزيكا، جمعنا وعملنا باند نبسط الناس بالحاجه اللي احنا بنحبها واحنا كمان نتبسط. حلو قوي الكلام ده. طب عم ذكري بقى رايه ايه في الموضوع ده؟ عمك ذكري ده اطيب اب في الدنيا ودايما بيشجعني. طب والديكور هتسيبيه كده ولا ايه؟ بص يا حازم، الديكور ده هو مجال دراستي، مش هينفع اقعد استنى اخد المصروف من بابا. هي بس تيجي فرصه الغنى وانا هسيب مجال الديكور ده خالص. يلا بقى كل بدل ما ندخل على طبق. لا تعالي كلي لنا بقى. والله يا شمس انت عسل، وبعدين اللي في قلبك على لسانك كده وطيبه.
انا بحسد اللي هيتجوزك على فكره. نورت دارك. كل اللي قلت عليه هيحصل حصل. ولسه كل اللي جاي كمان هيحصل. انت من النهارده ست الدار داي. انت ايه اللي جابك يا بنت؟ انا مش جايله رجلك ما تخصيش النجعه هنا تاني. راجعة بيتي يما، الحنين غلاب. لا والله، مالك بقيتي غلبانه كده؟ ما كنت مستجويه وهربتي وهملتيني انا واختك، دلوقتي راجعه تاني بعد ما اخترتي سليم، عيله سليم يا رجايه. انا كمان اخترت انك ما تبقيش بنتي، عايشه بس هي اللي بنتي. عشان ايه كل ده يما؟ مش كفايه اللي وريتهولي زمان؟ فرقت بيني وبين عبد الله وبعدتيني عن اخت عيشه، ودلوقتي جايه تحاسبيني على الحب والجواز. خلاص يما، رقية توحشناها وكانت جايه تقعد معانا يومين كتير. انا ما طايقاش لا اسمع حسها ولا اشوفها واصل. كده؟ طب انا هقعد معاكي يما. يا مرحب، اهلا، تشرفت. مرتك اها، لا خطفناها ولا ضربناها، جايه بمزاجها، وان كنت عايز تاخدها يا ريت تاخدها وتريحني. يلا بينا يا رؤية. انا ما جيتش معاك يا عمار، ومش هسيب داري، ولما احب ارجع بكيفي. ما بقاش بيتك يا رؤية، ما بقاش بيتك. بيتك هو بيت جوزك. يبقى تختارني انا يا عمار؟ كمان ابويا وصاني قبل ما يموت على الدوار والنجا، ووصاك انت كمان، ولا نسيت؟ مات. ابوكي مات يا رؤية، وفي الدنيا دي انت ما بقالكيش حد غيري، وانا ابويا محتاجني وما اقدرش اسيبه. وابنك اللي في بطني يا عمار مش فارق معاك؟ ما تصعبيهاش عليا يا بنت الناس، ويلا بينا. ايه اللي حصل لكل ده؟ روحي وتبعي كلام جوزك يا رجاية، مش هتحرك من البيت يا عيشة. ولو عايزني ابقى معاك يا عمار يبقى تختارني. انا اخترت ابويا يا رؤية. كنت عارفة، مش جديدة عليك يا عمار، عادي تسيب ابنك زي ما ابوك سابك زمان. صحيح اللي خلف ما ماتش. قطع يدك اللي تمدت على بنتي. ايه والله العظيم ورحمة ابوي، لو ما كانت حبلة منك لكنت قسمتك في ارضك مكانك. اياك تمد ايدك على بنت تاني، واني دلوقت بس صدقت انك فعلا ابن سليم. سيرة ابويا ما تتجابش على لسانك. غور يا واد غور، يلا برا.